عسلامة مرحبا بكم في قناة ميرفا تونالي. حبيت في موضوع اليوم نحكي على الحادثة أو الكارثة الطبيعية اللي صارت في تونس منذ يومين. إن شاء الله يا ربي أولا نترحم على جميع اللي توفوا، إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم. 4 أشخاص توفوا بسبب الكارثة الطبيعية، واللي هي هطول الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات في أغلب الولايات الجمهورية التونسية. بالطبع يعني منذ يومين فقنا على مشاهد وفيديوهات كارثية. استرهم ربي، وإن شاء الله يا رب يستر بلادي، وإن شاء الله يا رب يحميها ويحمينا جميعا وين ما كنا. بالنسبة للكارثة الطبيعية هذه تمثلت في دخول المياه الغزيرة إلى البيوت، إلى المنازل. كذلك الأودية يعني صار الأودية يعني امتلأت بمياه المطر، ثم توزعت يعني في الشوارع، مما أدى إلى دخول المياه للمنازل. كذلك البحر عبارة وكأنه تسونامي، أما هو ما هوش تسونامي. البحر كذلك يعني خرج للمناطق اللي قريبة من السكان اللي القريبين من البحر. والمنطقة اللي تأثرت، المناطق اللي تأثروا برشا بالكارثة الطبيعية هذه ولا الفيضانات، هي أغلبيتها مدينة المقنين تابع ولاية المنستير على الساحل التونسي، وكذلك مدينة الحمامات تابعة إلى ولاية نابل. هذوما أكثر بلايص متضررين. ما ننسوش طبعا البلايص الأخرى اللي حتى هي متضررة واللي الماء دخل للديار. الكارثة الطبيعية هذه كذلك يعني 5 بحارة معناها اللي يشتغلوا في الصيد السمك، شاء القدر انهم خرجوا للعمل في البحر مع الطقس السيء هذا، فانقلب القارب، وللأسف 4 مفقودين و1 نجا. للأسف إن شاء الله يكونوا من الشهداء، لأنه تقريبا حاليا يعني هذا اليوم الخامس ولم نسمع عليهم أي خبر سوى هكا ولا هكا. إذا نتصورش كان هم في وسط البحر يعني في مدة 4 أيام، اللهم معجزة من عند ربي، يعني هذه لا نقاش فيه. إذا بقوا حيين راهي معجزة من عند ربي. إذا توفوا يعني غرقا، إن شاء الله ربي يرحمهم، إن شاء الله يحتسبوا مع الشهداء، لأنهم اللي يموتوا غرقا يعني غريق يتسمى شهيد. وللأسف وهذه مشيئة الله طبعا، لا نقاش فيها. الكوارث الطبيعية طبعا مش من عند الإنسان، هي من عند الله سبحانه وتعالى. ممكن يكون درس لينا إنه باش نرجعوا لربي، كذلك يعني إنه باش العباد يعني تفيق الربي، ترجع الربي سبحانه وتعالى. والدنيا دي ما هي إلا دنيا فانية. هاكم شفتوا العباد توفت معناها في الفيضانات. إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم. خاصة يعني قديش غاضتني المرأة الكبيرة اللي توفت في دارها وحدها، حتى حد مسئل عليها، حتى حد مجاها. للأسف يعني ماذا بينا لو كان من خلال هالكارثة اللي صارت إنه معناها إنه يقع معناها نزيدوا من صلة الرحم ونزيدوا من التزاور لبعضنا. علاش يعني مرأة كبيرة وحدها في دارها تموت؟
هو نقطة استفهام. علاش هو نعرفه يعني كمسلمين وكل شيء، هو قدرها، هو أجلها، يعني أجلها وفاء غديك. ولكن على الأقل حتى لو كان معناها باش تموت، علاش وحدها تموت؟ يعني ما معهاش حتى يعني يونسوها كما نقولوا حتى في طلوع روحها، أو يلقنوها على الأقل معناها الشهادة. المعروف إنه الإنسان معناها لما يجي لما يموت، ولو إنه ساعة القضاء لها غفلة، الحمد لله على كل حال. هذاك علاش سبق وقلت لكم إنه معناها في الكارثة الطبيعية هذه ربي بعثها باش النفوس تتغير إلى الأحسن. علاش؟ أولا أبسط شيء إنه صلة الرحم، اللي هي نعرفوا إنه مثلا أمهاتنا الكبار وجداتنا الكبار ما يحبوش يسيبوا ديارهم، وما يحبوش يخرجوا من ديارهم، خاطر ديارهم عزيز عليهم الكل، باش يمشوا مثلا يعيشوا في ديار أخرى ولا يعيشوا عند أولادهم. أما ما فيها بيس لو كان الجيران وإلا أولادها وإلا شكون من أقاربها يتفقدها في المطرة في المطر، يعني يتفقدها، فما بالك يعني فيضانات وإعصار. إن شاء الله ربي يرحمها. هذا كله إن شاء الله نتعلموا منه ونبدو نتفقدوا معناها في جيراننا وفي أحبابنا وفي جدياتنا وأجدادنا. حاجة أخرى غاضتني زادة، المرأة اللي عندها كرهبتها واللي مهبطة ستاتيو كرهبتها يعني سيارتها، معناها الجيران ما دقوش عليها الباب وقالوا لها مثلا غيري كرهبتك إلى مثلا الحي الموالي ولا الحي النعرش الموازي، اللي هو أعلى شوي من الحي اللي هم ساكنين فيه قرب الواد. سيارتها تضررت. هو كما نقولوا في المال ولا في الأبدان، المهم يعني الناس تكون لباس بعته ويتعوض المادة تتعوض. نقطة زادة مهمة، انه الكارثة هذه الطبيعية ورت البنية التحتية المتضررة جدا في تونس. صراحة إن شاء الله ربي يهدي المقاولين في بناء مثلا الطرقات، يلزم يبنوها على قاعدة جديدة. صحيح قوة ربي أعظم من كل شيء كما قلت لكم، يعني قوة ربي أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، ولكن كما يقولوا فيها شوي من الحنة شوي مرتبط لدين. شوي من العباد زادة كيف المتساكنين ما يلزمش معناها يلزمنا نتعلموا، حتى مثالش نتعلموا من أول وجديد إنه يلزمنا ما نلوحوش الزبلة كيكة لبرا، في خاصة في كيفاش يسموها هي باللغة العربية. المهم معناها في المصبات بتاع المياه ما يلزمش تكون مسدودة بالأوساخ، مسدودة احنا في تونس راهي كل وين تصب مطرة قوية تصير كارثة، فما بالك يعني فيضانات، فما بالك يعني كوارث طبيعية. يلزم زادة حتى من العباد تتعلم كيفاش ننظم رواحنا، كيفاش ما نلوحوش الزبلة في الشارع، خاصة انها الرقارات بتاعنا والزقوات يتعبوا بالزبلة. كيف تجي مطرة ولا يجينا فيضان ولا يفيض علينا واد، الماء ما يلقاش كيفاش يتعدى، ما يلقاش كيفاش يدخل. هذه زادة كارثة. يولي يفيض علينا الماء، كي ما يلقاش الماء منين يتعدى في الرقارات، ما بالطبيعة يعني اوتوماتيك ما باش يدخل الديار، وهكاك تصير كارثة. الكارثة الأعظم إنه كي يدخل الماء للديار ما يخليش لا فروشات تتبل، لا تلافز، لا فريجيدارات تفسد، لا جيزان غاز تفسد، يعني كارثة بأتم معنى الكلمة، مش فقط كارثة طبيعية، يعني حتى الكارثة اللي في الدار. منين باش تعوض انت الأمور هذيك الكل؟ أو الله لا يقدر يعني كيف يفيض الماء يدخل الديار حتى على الضوء، يعني خاطر خاصة في تونس يعني البريزات تاع الضوء أغلبيتهم اللوطة يعني مش الفوق. هذاك علاش يقولك راهو الماء وصل للبريزات، راهي البريزات اللي في تونس العاصمة واللي في الساحل
راهم أغلبيتهم اللوطة، معناها خاطر سكننا في المنستير وسكننا في تونس، نعرفوا اللي أغلبية البريزات هم اللوطة، في الحيوط من اللوطة، فما اللي من فوق وفما اللي من اللوطة. المهم هذاك علاش هما في بعض الفيديوهات يقولك راهي الماء وصلنا للبريزات، والناس يا جماعة حايرة تقولك شبيه البريزات، عن بالهم الماء يعني وصل للديار المترات. المهم ان شاء الله ربي يحفظنا، وان شاء الله هذه تكون لنا عبرة، هالكارثة هذه ان شاء الله تكون لنا عبرة فيش اولا في صلة الرحم، ثانيا في النظافة، نظافة الشارع، باش نخلو رقرات مسرحة ديما، واللي عامله ربي عامله، ولولا والاخرى هذاك قدر الله، وهو ربي يعرف شنو يعمل، والحمد لله على كل حال، والله يرحم المتوفيين. وفي الختام نقولكم إن شاء الله ربي يرحمنا جميعا وين ما كنا، وربي يحمي بلادي تونس.